وعلى ملعب سان جيمس بارك يحل برشلونة ضيفا ثقيلا على نيوكاسل في قمة إنجليزية إسبانية مرتقبة. الماغبايز الذين استعادوا توازنهم محليا يسعون لتأكيد الاستفاقة أوروبيا، بينما سيحاول بلاوغرانا العودة بالنقاط الثلاث رغم غياب النجم لامين يامال. تابع المزيد في تقرير مراسلنا سامي سهمود. لثاني مرة في مسيرته التدريبية سيكون المدرب الإنجليزي إيدي هاو على موعد مع مشوار جديد في دوري أبطال أوروبا مع فريقه نيوكاسل، هذه المرة بنظامه الجديد الذي أعطى فرصا غير مسبوقة للعديد من الفرق للوصول إلى الأدوار الإقصائية من البطولة. التأهل هو هدفنا. نعلم أننا في منافسة تضم نخبة الأندية الأوروبية. المباريات صعبة جدا، الجدول كله صعب ومزدحم بالنسبة لنا، لأن الدوري الإنجليزي الممتاز وجميع بطولات الكأس نريد أن نؤدي فيها بشكل جيد. مواجهة برشلونة في أولى مباريات نسخة هذا العام أثارت حماس مشجعي فريق نيوكاسل، وبلغ الإقبال على شراء التذاكر مستويات غير مسبوقة، وقد تبدو المهمة أسهل نسبيا في ظل غياب الموهوب لامين جمال، لكن المدرب هاورا أن برشلونة يمتلك حلولا عديدة لغياب اللاعب الأسباني. قد نفتقد لاعبا ما، لكن هناك دائما ما يعوضه. كانت استعدادات نيوكاسل لهذه المباراة مثالية، فقد سجل أول فوز له في الدوري هذا الموسم ضد ولفرهامبتون في المباراة التي شهدت تسجيل الوافد الجديد الألماني فولتيمادا أول أهدافه بقميص فريق الماغبايز. وفي ظل غياب الكونغولي يوهان ويسا بسبب الإصابة، فإن الألماني قد يقود مجددا خط الهجوم لفريقه. فريق برشلونة يحل ضيفا على نيوكاسل وهو يعاني من غيابات عدة، من أبرزها الأمين جمال، وقد أظهرت المباراة الأخيرة ضد فالنسيا في الدوري الأسباني أن الفريق لم يتأثر بغيابه، فهل يمكن أن يكون تأثير الغياب أكبر في دوري الأبطال؟ الأمر لا يقتصر على لامين، بل أيضا بالدي وغافي. إنهم لاعبون شباب بموهبة كبيرة، لاعبون مهمون للغاية، لكن هذه هي كرة القدم. ينظر إلى برشلونة باعتباره أحد أبرز المرشحين للفوز بدوري الأبطال هذا الموسم، فما الذي يمكن تعلمه من إخفاق الموسم الماضي حين خرج الفريق من نصف النهائي بطريقة دراماتيكية أمام إنتر ميلان الإيطالي؟ الأمور تحدث في كرة القدم، ويجب أن نجد الحلول المناسبة. المباريات التي لعبناها كانت مليئة بالأهداف، لكن إذا كان هنالك ما يجب تصحيحه فهو الدفاع بشكل أفضل. وبعد أن تغلب نيوكاسل على باريس سان جيرمان ب4 أهداف لهدف في دور المجموعات بنظام البطولة القديم قبل موسمين، فإن الأمل يحدو أنصار الفريق بليلة أوروبية تاريخية جديدة ضد فريق يعلمون مدى صعوبة المهمة ضده. سيدخل برشلونة مواجهة نيوكاسل وهو مرشح فوق العادة للفوز بها، لكن فريق نيوكاسل سيأمل في الاستغلال الأمثل لعاملي الأرض والجمهور لتكرار إنجاز عام 1997 من القرن الماضي، عندما فاز على برشلونة فيغو ولويس إنريكي آنذاك ب3 أهداف لهدفين. سامي سمود، بين سبورتس، من ملعب سان جيمس بارك في نيوكاسل. شتان بين الوضعية التي يعيشها برشلونة في الوقت الحالي والوضعية التي يعيشها فريق نيوكاسل، سيما بعد رحيل نجمه ألكسندر إيزاك. باسل، يعني حتى بغياب لامين يامال لا يجب أن يعاني برشلونة أي مشاكل في هذه المباراة، صحيح؟ يعني على حسب ما برهنه برشلونة في المباراة الماضية في مواجهة فالنسيا على أنه لم يفتقد لامين يامال، ولكن أيضا الخصم كان ضعيفا في المباراة الماضية في فالنسيا. ونحن نتحدث عن دوري أبطال أوروبا، نتحدث عن نادي إنجليزي صلب وأيضا يلعب بنسق عالي وبضغط كبير، وحذر منه كذلك هانزي فليك. ولكن برشلونة كمنظومة بدأت تستعيد عافيتها بعد التوقف. يعني المباراة الأخيرة أثبت فيها الفريق أنه مختلف عن أول 3 مباريات، حيث لم يكن راضيا المدرب هانزي فليك عن أداء الفريق وعن النسق الذي ظهر به الفريق في أول 3 مباريات، على عكس ما شاهدناه في المباراة الأخيرة. أخطاء دفاعية أقل، الفريق عرف كيف يفتح الملعب عندما كان يلعب الخصم ب5 لاعبين في الخلف. كان هناك تناسق كبير بين الأظهرة وكذلك بين الجناحين. شاهدنا أول مشاركة لروني برداغي، لا أعتقد أنه سيشارك هذه المرة، أعتقد أن رافينيا هو من سيبدأ في هذه المباراة. هانزي فليك يمتلك كل العناصر، يمتلك خط وسط قوي جدا،
يمتلك لاعبين في المقدمة كذلك قادرين على صنع الفارق حتى ولو كان لامين غير موجود، ولكن تعرف أن لامين دوره مهم جدا ويعرف كيف يخترق الدفاع، وهنا سيفتقده دون أي شك برشلونة في هذه المباراة. يريد برشلونة أن يبدأ هذه المسابقة في هذا الموسم بشكل جيد جدا. هو هدفه هذا الموسم تحقيق الأبطال، كان قريب جدا من النهائي في الموسم الماضي، لذلك يريد أن يعوض، وهناك رغبة كبيرة لدى الجماهير أن يفوز الفريق بهذه المسابقة هذا الموسم. التحدي ليس سهل على الإطلاق، ولكن كذلك إذا نظرت إلى مباريات برشلونة في مرحلة الدوري فهي ليست بهذه المباريات المعقدة، باستثناء مباراة نيوكاسل إذا فاز بها سيحصل على 3 نقاط في الذهب، ثم بعد ذلك مباراة باريس ومباراة تشيلسي. هذه هي أصعب مباريات بالنسبة لبرشلونة في مرحلة الدوري، وهو قادر على احتلال المراكز الأولى كما فعل في الموسم الماضي. هناك هدف فليك أن يكون الفريق ينافس بشكل أقوى في دوري أبطال أوروبا، هو الهدف الأول صراحة بالنسبة لبرشلونة هذا الموسم. جهاد، شكرا لك باسل طبال، كنت معنا من برشلونة. أتحول إلى إبراهيم خضرة مرة أخرى. يعني نيوكاسل بوضعه الحالي إبراهيم لا يبدو ندا لبرشلونة في هذه المباراة. 5 نقاط من 4 جولات في البريمير ليج تعكس الانطلاقة الباهتة للماكبايز خلال هذا الموسم. يعني الأخذ والرد في سوق الانتقالات أثر ربما سلبا على تحضيرات الفريق لانطلاقة هذا الموسم. غياب إيزاك عن التدريبات في الفترة الأولى قبل رحيله إلى ليفربول. الكثير من المعطيات ربما لم يكن السوق أو حصاد سوق الانتقالات جاء في الأيام الأخيرة فقط، عندما تم استقطاب فولتميد وويسا على مستوى الشق الهجومي للفريق، والأمر قد يحتاج لبعض الوقت حتى يحدث هذان اللاعبان اندماجا مع خيارات إيدي هاو في الفترة القادمة. المباراة الخامسة التي تجمع نيوكاسل يونايتد مع برشلونة، فاز نيوكاسل في الأولى في عام 97 ثم خسر في 3 مباريات متتالية أوروبيا بينهما. برشلونة بين لقاءاته مع الملاعب الإنجليزية عندما يأتي إلى إنجلترا فاز في 12 مباراة من آخر 16 زيارة للملاعب الإنجليزية. هذا الأمر يعطيه ربما أفضلية وأولوية إضافة إلى الحالة التي ظهر بها الفريقان خلال هذا الموسم. لكن ملعب سان جيمس بارك من الملاعب الصعبة جدا والقوية، وشاهدنا كيف عانى باريس سان جيرمان عندما خسر في الموسم الماضي هناك في نيوكاسل في ميدانهم وبين أنصارهم. شكرا لك إبراهيم خضرة، كنت معنا من لندن. برشلونة يعني على الورق يبدو متفوق في هذه المباراة. أنت رشحته مرشح ثاني للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، يعني ضاربا بعرض الحائط، عودة مانشستر سيتي، عودة مدريد، حتى ليفربول، وفي الحقيقة نحن نمتلك استمرارية باريس سان جيرمان. بالضبط، والمرجع هو ما حدث في الموسم الماضي، انه هذه الفرق اكثر استقرارا. اتحدث هنا عن باريس، بايرن، برشلونة. هذه الفرق اعتقد انها تمتلك ارجحية اكبر من بقية الفرق. لا نستبق الاحداث في النهاية، اي احكام قد لا تكون مؤسسة بشكل دقيق لانه كل شيء قد يتغير. هناك سوق انتقالات لا زال قادم، احداث قد تحدث، اصابات، لكن على الاقل بناء على المؤشرات المنطقية، جودة اسلوب اللاعب، نوعية اللاعبين بدرجة اولى، استقرار، هذه الفرق الثلاثة هي الأقوى حاليا في أوروبا، وأعتقد أنها ستستمر في هذا الامتداد لحد نهاية الموسم. تشامبيونز ليج بطولة فيها تفاصيل لا يمكن التحكم فيها بدرجة كبيرة، هناك هامش من الصدفوية، لكن بكل مؤشرات المنطقية برشلونة هو أقوى الفرق مع بايرن وكذلك باريس سان جيرمان. ورشح مركز ثلاثة، لكن في النهاية ثمة ريال مدريد موجود، ثمة السيتي، وإن كنت أستبعد في الحقيقة السيتي وحتى ليفربول، أرى هذا الثلاثي لا زال يمتلك السباقية عن بقية الفرق المرشحة. طيب نيوكاسل سيعاني كثيرا من دون إيزاك، لن يكون نفس الموسم الماضي. صحيح، لكن أعتقد بأنها ستكون مباراة صعبة جدا أمام برشلونة، لأنه أمام فريق يضغط بحدة مهولة في الحقيقة، فريق بدني أكثر، يستطيع أن يكسب كثير من الثنائيات، المواقف الثابتة قوي جدا، ولديه ملعب كذلك يستطيع أن يزعج فيه أو أزعج فيه كل خصومه تقريبا. طيب، محمدي العلوي المحلل الفني بقنوات بين سبورت، شكرا جزيلا لك محمدي. مشاهدينا